مرحبا بكم أعزائي، عدنا لكم من جديد بصنع حلوة العيد أو حلوة الطرونية ناجحة 100%. تبعوا الطريقة جيدا بهتجيكم ناجحة. نحتاج 4 حبات بيض، وهنا تكيلي بالكيلة. هنا البيض 4 حبات جاتني كيلة في هذا الكاس. المهم مش تجيك كيلة تاع بيض ديري معاها كيلة تاع سكر. المهم تبعي المقادير جيدا لأنها مضبوطة باه تنجح لكم هذه الحلوى، لأنها قليل تنجح له. نحط البيض مع السكر ونخلطوهم، من الأحسن بالضراب اليدوي. المهم كما قلت لك تجي كيلة تاع بيض ديري معاها كيلة تاع سكر، والسكر حسب الرغبة. إذا حبيتي تنغصي في الكمية نغصي. المهم خلطوا جيدا المكونات مع بعض حتى يذوب السكر. الزيت نديرو كيلة تاع زيت. هنا راه أخذت معنا كيلة سكر، كيلة بيض، وكيلة زيت. الكاس اللي كيلنا به راح نديروه نفس العبر. الزيت هنا نديروه بالتدريج، نديروش مرة واحدة، نديروه بشوية على 4 مرات ونخلطه. هذه الحلوى راها قليل تنجح له، وهذه حلوة بكري بحلوة زمان. ان شاء الله تعجبكم الطريقة تاعي. المهم هنا درنا مغرف افاني، قبصة ملح، وهنا كملنا راح نستعملوا المغرف. نديرو كاس اللي عبرنا به، كاس فارينة من بعد ما غربلناها، ونديرو كيس خميرة الحلوى ديروها مع الفارينة. خلطوا بالمغرف او الملعقة. تبعوا الطريقة جيدا. هنا راح نزيدو كاس ثاني. الفارينة هنايا على حساب الفارينة اللي عندك. هنا درت 2 كيسان ونشوف. زدت الكاس الثالث ودرت معاه نصف كيس خميرة. هنا 4 حبات بيض دارت لي نديرو لها كيس ونصف خميرة الحلوى. نخلطوا بالمغرف حتى تثقل ونستعملوا اليد تاعنا. هنا رانا بدينا بالكاس الرابع. انا هنا خذت مني لان الفارينة تاعي كما قلت لكم على حساب الانواع تاع الفارينة، خذت مني 4 كؤوس. من الاحسن تنقصي شويه باه تجيك الطرونيه تاعك او الحلوى تجي خفيفه. كملت هنايا الكاس الرابع ونلم العجينه نتاعي. هذا القوام اللي نحبه في الحلوى، عجينه طريه. هنا راح نعطيكم طريقه باه تجيكم الطرونيه تاعكم عاليه، ما ديروهاش بالحلال لان الحلال راح تجيكم رقيقه. ديريها كيما هك بيدك، وديري القيس العلو اللي تحوسي عليه هكذا. كي تطبعي تكون عمرت كامل الطابع تاعك. شوفوا هنا درت بالطابع الكبير، من الاحسن ديري بالطابع المتوسط. هنا هذه كبوش كما قلت لكم، وما نعجنوش العجينه. حاولوا ان ما نعجنوش، نلموها فقط. هنا نجيب الطابع الصغير. شوفوا هنا حافظوا عليها باه ما تخسرش الشكل تاعها. ولكن نوريكم ما قلت لكمش انك الطابع كي تجي تطبعي ما تحركيش. شوفي هكذاك طول ورفتي هكذاك، ما تحركيش باه ما تصغرلكش الحبه ولا تخسر الشكل تاعها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه جيدا، ان شاء الله تجربوها. تبعوا معايا وتشوفوا الشكل النهائي نتاعها، والتزيين من اختياركم.
هنا حاولي بقدر الامكان انك ما تعجنيش العجينه نتاعك. راح نعطيكم طريقه من الاخير باش تنجح لك الطرونيه نتاعك. كمل كامل الكميه. بعد ما كملنا الكميه كامل، شوفوا شحال جاتني. هذاك العبارات راهما مش بزاف. نديرو هنا صفار بيض، نديرو معها قليل من الخل و قهوه سريعه الذوبان باه يعطيها الشكل اللي نحبوه. ندهنو كامل الحبات تاعنا كامل بصفار البيض والحلوى. دوكا نوريكم التزيين، هذا من اختياري انا وانتم كما تحبوا ثاني ديروا لها السكر فقط من فوق. حلوة حابتها هنايا حلوة تاع زمان، طرونية تاع بكري. كملنا معكم الطريقة تاع صنع حلوة العيد او طرونية. هنا تخلوها ترتاح نصف ساعة قبل ما تدخلوها للفور باه تنجح لكم هذه الحلوى. المهم ارجو انكم عجبتكم الطريقه تاعي، وارجو انكم بارطاجوا لي اكبر عدد بيستفادوا، ودعموني بالاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. الى اللقاء احبائي، الى الوصفه القادمه. صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير.